يا اخوانا السلام عليكم. والحرب انتهى ولا حصل شنو؟ يا جماعة في دارفور ما حرروها. دارفور ما حرروها للآن. الناس قاعد تتبل فوقها هنا. كردفان الناس برضه أمور عجايطة. يجيك واحد نظامي ظواهر سالبة قال لك الشعر. شعر شنو ظاهرة سالبة؟ يا خلي هنا في 2026 يا شعر. الناس اللابسة بدل أفضل لبس دين يتسبوا في قتل الناس، في سرقة الناس، في ضياع إتاع الأمة 3 سنين ولا 4 سنين. الناس دي ما قرت. أطفال أعمارهم ماشي بساي وناس كبار أعمارهم ماشي ساي. ما سألتوا عن ده. زي تسعى لك واحد في شعره. شعر إتاع شنو؟ إنت لو داير الشعر في نور القبة في مجموعته في المشتركة، إنت لو راجل مش أسهل. واقسم بالله 23 ده يركبوا فيك ويدونوك ويقطعوا دماغك ده يحطوا لك في القتالية فوق. انتوا قاعدين تلعبوا ولا شنو؟ بس لكن الزول لو يتكلم بتطلوه قحاطي، بتطلوه عشان تخبوا شنو جرائمكم. يا أخي ده ما هو هسي طريقة انت ذاته بتعمل بها الإنسان. أكبر بلد بيهم في مواطن بتاعه إلا بلدنا ده. وقت انزلقتوا ودخلتوا في جهر الضب دخل معكم المواطن بقى معك في خندق واحد. الليلة خلاص حسيت بالأمان. حسيت بالأمان خلاص. رجعت تاني بتحين فوق. شعري تا شنو ظواهر سالبة يا أخي. شعري تا شنو ولا متشبه بالنساء ذات. يعني انت خليت مشاكل تا الدولة كله جيت للشعر. شعر شنو يقعد يعمل اسمه؟ الزول اللي عنده صلعة ولا عنده شعر يعني عمله شنو؟ المشكلة ما في الشعر، المشكلة في العقلية. انت ذات عقليتك تعبان لما تاخد زول تحلقه. تحلقه لشنو؟ أمش شنو؟ سووا لك شنو؟ مسكين. ترى تعال أول تيت قاعد تيت وحلقته لأنه ما عنده حاجة يقدر يعمله. ده كان بحدده بالسلاح. لو ما عمل الحاجة اللي هو داير بقتله. إما أنت بتجو دور دي الحراسة زيه زي أي كلب. ما إنسان. أكبر بلد بهم في مواطنه إلا السودان. يا أخي المواطن بسبب الإهانات حتى خارج البلاد ما قادر يعيش. لأنه الدول الأخرى ذات عرفوا إنه المواطن السوداني متحان. لما أنت تتحان من الحكومة بتاعك أكيد ما في زول تاني بيحترمك. وأنا هنا ماشيين كده ومستمرين. لكن الرجال ما زالوا قدام قاعدين يقاتلوا. وإنت قاعد داخل المدن تقعد تحلق في أخوانك. وإنت لو راجل أطلع قدام مع الناس. ولا قاعدين هنا دل عندهم شعر بوب لي ظهرهم. عساكر أول حاجة العسكري ذاته يكون منظم كويس عشان يدين النظام والظواهر السالبة. أهل قتال البوب ده انت لو راجل لو تقدر. شوف بدونوك كيف. اقسم بالله أكبر زول في البلد ده ما يقدر يمسك الشيء. والسودان ده ما فوق حق. القوي ياكل الضعيف هو واضح. القوي ياكل الضعيف. لكن هنا مخلينا أمرنا لله كده. ولا عشمانين في برهان ولا عشمانين في همتي ولا الغيره. احنا خلينا لله. بكرة بعد بكرة بنتحاسب كلنا قدام مالك الملوك ربنا سبحانه وتعالى. هيجيب همتي ويجيب برهان ويجيب قلت حلقت الشاب ده. يا سالك حلقته لشنو؟ ظواهر سالبة. مسكين. بعدين شوف ظواهر سالبة بتقدر تطلعك ولا ما بتطلعك. شوف همتي ولا برهان ولا الجو عملوا المشاكل ده كله بيطلعك ولا ما بيطلعك. غحر الرجال أكاب حاجة. فأخر لك راجل. الراجل خلي راسه دايما يكون فوق. لما تقعد راجل تحت في الواطة تحلقه إهانة له. يا سفاه. أقسم بالله دي ما دولتها. الله المستعان.